لنظرية أون هيليوبلس، والنظرية دي ظهرت في مدينة أون هيليوبلس، وهي منطقة عين شمس حاليا، وعرفت بنظرية التسوع علشان فيها 9 آلهة. النظرية دي بتقول إن العالم قبل وجود الإله كان عبارة عن محيط أزلي لا نهائي من الماء، وأطلق عليه نون، ومن المحيط ده ظهر روح الإله أتوم، اللي هو أتوم من خبر رع، وهو إله الشمس في صورته الكاملة، واللي خلق نفسه بنفسه بشكل ذاتي، وكان بيستقر فوق التل ده، يعني فوق المية. مع مرور الوقت عليه وهو قاعد فوق التل ده حس بالوحدة، وان هو لازم بقى يخلق حد يقعد معاه، علشان كده خلق البشرية جميعا. طيب هو خلقها ازاي؟ هو جمع في نفسه خصائص الذكورة والأنوثة عشان هو الإله الخالق. نفخ الإله أتوم في إيده فخلق إله الهواء، ولفظ من فمه فخرجت إلهة الرطوبة تفنوت، واتجوزوا وأنجبوا إله الأرض جب، وإلهة السماء نوت، واللي بعد كده أنجبوا 4 آلهة وهم أوزوريس وإيزيس وست ونفتيس. وكده أسطورة أون هيليوبلس لخلق الكون انتهت. وعندنا أسطورة تانية وهي أسطورة الأشمونين،